حاجة دي، ممكن ادخل اتكلم معاك شوية؟ طبعا، اتفضل. على فكرة انت وحشتيني، وفي نفس الوقت زعلان منك قوي. محمد انا اسفه والله، وكان في سوء تفاهم، وبرضه دي اختي يعني، وشفت موقف بعيني فطبيعي اصدق، فحقك عليا ما تزعلش. ودي تفتكري هتصلح لك كسر جوايا؟ ده انت في لمح البصر صدقت اختك وما وثقتيش فيا، رغم ان انت جاية وانا قاعد اصلا على الكرسي. ف اثبتلك ان انا مظلوم فعلا، كنت ظلماني، وحققتلك رغبتك. حققتها لك علشان انت ما كنتيش مصدقاني. ده انا كنت واثق فيكي قوي. لو تفتكري كنت دايما اي مشكله تقولي صدقني، كنت على طول معاكي في اي حاجه. كنت بقدم الدنيا كلها وبصدقك. انت في صنعة لطافه، اختك بوظت كل حاجه. بس يا محمد انا اسفه والله، مش هتكرر تاني، انا عايزك بس تسامحني ومش هعمل كده تاني. اسفه. على فكره انا جاي هنا النهارده بس عشان اعاتبك، عشان على الاقل كان في بينا حب وود وعيش وملح. انت دمرتيني. السلام عليكم. استنى يا محمد. ايه يا دير؟ اختك ما كلمتكيش خالص؟ لا والله ما اعرفش عنها حاجه. اصل انا بقالي كام يوم برن عليها مش بترد عليا خالص. انا اخر مره جات لي ما شفتهاش من ساعتها. ما تعرفش مكانها فين؟ حاول تشوف بقى اي حد من صحابها. خلاص ماشي. عملت في نفسك كده ليه؟ عملت في نفسك كده ليه؟ مش هيسامحك.